اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل 7 بهارات مع بعض باسهل طريقه، مش هتحتاجي تشتريها تاني من عند اي عطار. وهقول لك ايه اللي احنا ممكن نستبدله وايه الاساسيات اللي احنا لازم نشتغل بيها. اول حاجه معايا الطاسه، هنزل فيها بكوبايه فلفل اسود حصى. الفلفل الاسود دي من اساسيات ال7 بهارات. نص كوبايه كزبره حصى، برضو دي من اساسيات، ما ينفعش نبدلها. اهم حاجه تنقيها وتبص فيها كويس. معايا ربع كوبايه حبهان او 3 معالق. معايا 3 معالق قرنفل. معايا ربع كوبايه كوبيبه صيني. معايا واحده جوز الطيب. هحط معلقه ملح كبيره بتساعد على التحميص. على نار هاديه بقى هترفعي الطاسه بتاعتك وتحمصيهم. انا مش عايزه احمصهم جامد، انا بس يا دوبك عايزه اطلع منهم الرطوبه. احنا كده قلنا اساسيات ال7 بهارات. ممكن نستبدل بقى الحاجات اللي احنا هنستبدلها، ممكن نستبدل القرفه وممكن نستبدل الجنزبيل، ممكن ما نحطهمش اصلا. كده بقى انا حطاها على نار هاديه، هفضل ايدي شغاله فيها في التقليب لان انا مش عايزاها تتحمص. اول ما تسمعي صوت الطقطقه ابدأي شيليها من على النار على طول. قطعي بقى جوزة الطيب بتاعتك عشان تسهل عليك الضرب. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير. هاتي بقى الكبة بتاعتك، الخلاط المتاح عندك. هنضربهم لغاية ما ينعموا معاكي خالص، عايزاهم ناعمين. هطحن كل الكمية بتاعتي. جربي الطريقة ان شاء الله وتعجبك. انت كده جهزتي معاكي في البيت البهارات، ال7 بهارات. انت عارفة انت حاطة فيها ايه وضمناها، وممكن تشيلي منها حاجة وممكن تزودي حاجة حسب ما انت بتحبي الطعم. اخر حبة دول برضو انا هطحنهم تاني. اخر حبه في الطاسه انا مش هنزلهم بالملح بتاعهم عشان انا مش عايزه البهارات بتاعتي مملحه. خلاص بقى كل الكميه بتاعتي. كده خلصت البهارات بتاعتي كلها. ممكن بقى في اخر خطوه دي اضيف بصل باودر، توم باودر، قرفه، جنزبيل، حسب ما انت بتحبي الطعم. انا استكفيت اللي انا بدول. هاتي بقى برطمان نضيف، علبه بغطا كويس. كده حضرنا مع بعض ال7 بهارات بطريقه سهله وبسيطه. ان شاء الله تجربوها وتعجبك. ما تنسينيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد.